خلينا متفقين في اليومين الجايين ان عنصر الفصل في صعود الذهب او تباطؤ صعوده هو الحجم. الذهب خلينا برضو متفقين ان على المدى المتوسط والطويل على طول في الطالع. محدش يقول لي هو الذهب طالع ولا نازل. حضرتك لما تبص على اي حاجه حواليك غير الذهب هتلاقي كل حاجه طالع. مواصلات، كهرباء، غاز، موبايلات، اكل، شرب، كل حاجه طلعت. فما ينفعش تقول بقى هو الدهب هيطلع ولا هينزل. ما كل حاجه يا باشا في العالم مش في مصر بس عماله تطلع. كل حاجه عماله تطلع. يبقى حضرتك تيجي على المعدن النفيس اللي هو الذهب تقول لي طالع ولا نازل؟ خلينا طبعا متفقين ان هو اكيد طالع على المدى المتوسط والطويل. يمكن بقى المدى القصير القريب شويه يصحح سنه، ينزل سنه. ينزل دي لو طلعت اخبار معينه جايه من اسرائيل او من امريكا، ان اسرائيل توصلت الى مفاوضات او الى ضغط من امريكا بوقف الحرب. وده هيكون بالاتفاق بين امريكا وبين روسيا، ان امريكا تضغط على اسرائيل وان روسيا والصين يضغطوا على ايران ان هم يوقفوا الحرب شويه. في الحاله دي ممكن الذهب يهدى شويه، وهتكون فرصه كويسه لكل حد بره السوق او عايز يشتري ذهب ان هو في الفتره دي يجيب ذهب، لان الذهب برضه هيفضل طالع.